السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريهان. للصدقة شأن عظيم في الإسلام، فهي من أوضح الدلالات وأصدق العلامات على صدق إيمان المتصدق، وذلك لما جبلت عليه النفوس من حب المال والسعي إلى كنزه، فمن أنفق ماله وخالف ما جبل عليه كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، أي برهان على صحة إيمان العبد، هذا إذا نوى بها وجه الله ولم يقصد بها رياء ولا سمعة. لأجل هذا جاءت النصوص الكثيرة التي تبين فضائل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وتحث المسلم على البذل والعطاء ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فقد جعل الله الإنفاق على السائل والمحروم من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال عنهم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل. والصدقة بالأموال من أنواع الجهاد المتعددة، بل إن الجهاد بالمال ورد مقدما على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الجهاد، إلا في موضع واحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود. والصدقة ترفع صاحبها حتى توصله أعلى المنازل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، رواه الترمذي. وهي تدفع عن صاحبها المصائب والبلايا وتنجيه من الكروب والشدائد. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، رواه الحاكم وصححه الألباني. والصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي. وهي من أعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق وإخلاف الله على صاحبها بما هو أحسن. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، رواه مسلم. كما أنها وقاية من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي.